هل تعلم أن المغرب تعرض لبعض من أقوى الزلازل في التاريخ، مخلفة آثارا عميقة على الأرض والناس؟ فالمغرب يقع في منطقة نشطة زلزاليا، مما يجعله عرضة لهزات أرضية مدمرة. في المركز الخامس، زلزال أكادير سنة 1960، زلزال بقوة 5.7 درجات دمر مدينة أكادير بالكامل، وأودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص. يعتبر من أعنف الكوارث في تاريخ المغرب الحديث. في المركز الرابع، زلزال الحسيمة سنة 2004، كارثة بقوة 6.3 درجات ضربت شمال المغرب، خلفت 600 قتيل وآلاف المشردين. القرى المحيطة تعرضت لدمار شبه كامل. في المركز الثالث، زلزال فاس سنة 1624، بهزة أرضية قدرت قوتها ب6 درجات، دمرت أحياء كاملة من مدينة فاس وغيرت معالمها بشكل كبير. في المركز الثاني، زلزال مكناس سنة 1755، زلزال عنيف سببه الزلزال الشهير في لشبونة، امتدت آثاره إلى مكناس وتسببت في دمار واسع. وأخيرا، في المركز الأول، زلزال الحوز سنة 2023 بقوة 6.8 درجات، كان من أعنف الزلازل في العقود الأخيرة، أودى بحياة ما يقارب 3000 شخص، ودمر العديد من القرى الجبلية النائية. هذه الكوارث تذكرنا بقوة الطبيعة الهائلة. أين كنت وقت زلزال الحوز؟ اكتب لنا في التعليقات، واشترك لمزيد من الحلقات التاريخية.